بقى في زمن الأخ الكبير بيعين وبيساعد وبيأيد أخوه الصغير إنه يعينه على الغلط، يبقى احنا كده وصلنا لآخر الزمن. كلنا امبارح سمعنا فيديو محمد حوارات بعد ما قال إن هو طالع لنا بفلوج الولادة، ولقيناه طبعا عكس ذلك. بس على الرغم إن احنا سمعنا الفيديو، على قد ما اتصدمنا في اللي حصل بين الاخوات. لما يكون اخويا بيشجعني وبيعني وبيمشيني في طريق الغلط علشان يكسب محبة الناس، وعشان يوقع اخوه الصغير في طريق الغلط، وانك تعين الناس على اخوك ان هما يوصلوا لمرحلة الإهانة لأخوك، وتوصلهم كمان لإهانة كلمة الأم دي حاجة كبيرة في مجتمعنا، وفي أي مجتمع عربي شرقي غربي، في أي مجتمع الأم ليها قيمتها. الأم قيمة وقامة، لكن إن أنا أطلع أمي وأشجعها وأيدها إن هي تطلع تتكلم بأسلوب غير حضاري بالمرة، وإن هي تكون عبارة عن دمية العالم كله بيتفرج عليها وفرحان باللي هي بتعمله، بل وبيسخر منها، يبقى احنا كده وصلنا لآخر الزمن. حمدي طلع أمه بصورة محدش يرتضيها أبدا. طلع أمه بتعيب فخوه، قال لها اطلعي عيبي فيه، اطلعي قولي ده سرقني، ده سرق الذهب بتاعي، ده سرق قناتنا، ده سرق وعمل وكذب وغش وزور. اطلعي هيني ابنك قدام الناس كلها. طب ما هي الإهانة دي كلها هتبقى في وشكوا. انت بتهين مين؟ انت مطلع امك على مين؟ على اخوك اللي من لحمك ومن دمك، مش من واحد ما تعرفوش، مش واحد صاحبك مطلعه على امك، لا ده اخوك ابن امك وابوك. لما يوصل الامر ان انت تعين امك انها تطلع تتكلم في حق نسايب اخوك بالشكل ده، يبقى احنا وصلنا لاخر الزمن. لما اخلي امي تقول على نسايب اخويا العالم دول بتوع اسحار بيطلعوا بيعملوا سحر، عملوا لي سحر على عباية ولا جلبية ولا إسدال أيا كان، العالم دي عالم مش محترمة، الناس دي ناس مش كويسة، احنا نسبنا نسب يعر. لا لا، انك تطلع امك المفروض ان انت بتحترمها تشرب ريد بول للعامة الناس كلها تشوفها بالوضع ده، لا انت كده عفوا خليت قيمة امك في التراب. امك لا بتعرف تمندش ولا بتعرف تعمل فيديوهات ولا ليها اصلا في الكلام ده، ليه تطلع امك بالصورة السلبية اللي وصلت لنا؟ وبالنسبة لوالدك طلعته برضو يتكلم، بس وقت ما اتكلم طبعا اللي كان مأيده ان هو يطلع ويتكلم او اللي مخليه يتكلم اصلا او يعمل الفيديو هو حسن. طبعا حسن اتصدم وقتها وقال يا جماعة احنا خارجين، يابا انت هتعمل فيديو خلاص اعمل فيديو، معاك المايك تفضل واتكلم، وهو ده اللي عايزه حسن. وفي الاخر كان الرد سلبي من الحاج جابر. الحاج جابر ما نصفش اخوه، الحاج جابر ما طلعش اتكلم كلمة وحشة على حمدي. في ايه او ايه اللي موصل حمدي لدرجة ان ابوه وامه ييجوا معاه بالشكل ده على حساب اخوه؟ طب بالنسبة لولاد اختك المتوفية، ايه ذنب العيال او ايه ذنب الاطفال انك تعمل لهم بلوك في سبيل ان هم واقفين مع خالهم، في سبيل ان هم مأيدين خالهم في الصح مش في الغلط؟ ايه ذنب اخوك اللي موجود مع مراته في الامارات وكل هم وكل هدفه ان هي ترجع تبقى شافية معافية من جديد، وان هي تبقى في احسن حال، وان انت تجيب اخوك وتجيب والدتك وتسافروا تركيا وتتفسحوا وعفوا تغيظوا في اخوكوا؟
ليه توصلوا اخوكوا للمرحلة اللي هو فيها دي؟ ليه كمية الضغط اللي انت كنت حاططها على اخوك؟ ليه كمية الزعل اللي بنت الناس زعلته؟ آلاء اتعذبت، آلاء عيطت، آلاء تعبت. ليه تتعبها وتوصلوها للدرجة من النفسية الصعبة اللي هي وصلت لها دي هي واخوك؟ انتوا بتتفسحوا هناك وهم حتى لو مبينين عكس ذلك، لا، هم جواهم قهر. شايفين الاخوات متجمعة، شايفين الام متجمعة، شايفين ان التلاتة او الاربعة بما فيهم وفاء وراء الكواليس على رأي محمد ما قال واتكلم في الفيديو بتاعه الاخير، تبانوا ان انتوا بتتفسحوا ومبسوطين قدام اخوكوا المكلوم المقهور اللي انتوا كلكوا جايين عليه وهو ما عملش حاجة في كل ده. يعني كل ده كذبة انتوا كذبتوها على الناس عشان تبينوا ان محمد كذاب. وبالنسبة لحمدي، يا حمدي، انك تعين اخوك وتشجعه ان هو يعمل حاجة بالغلط حتى لو هي على حساب المشاهدين او على حساب المتابع اللي بيتابعكوا، يبقى انت كده ما بتحبش اخوك. انا لما احب اخويا اعينه على الحاجة الصح، اقومه عن حاجة غلط هو عملها وارجعه لصوابه، مش هخليه اضحوكة الناس كلها تضحك عليه، مش هخليه مهزلة الناس كلها تهينه وتستقل بيه. عمرها ما كانت معنى الأخوة بالشكل ده. الأخوة ان انا اساعد اخويا على الصح، ان انا ابعده عن طريق الغلط واقومه، ان انا اقف جنبه، ان انا اعينه، ان انا ما خليهوش يكذب ولا يخدع ولا ينافق اي حد. ده واجب الاخ الكبير تجاه اخوه وتجاه اخواته الاصغر منه. اوقات حتى لو اخ مش كبير، اوقات بيبقى فيه اخوات صغيرة لكن بتعين اخوها الكبير على الصح، وده تجاهنا، ده واجبنا تجاه بعض ان احنا نعين بعض على الصح. ليه تطلع على اخوك وتقسم ايمان ان مراته مش حامل؟ ايه اللي مخليك متأكد بالشكل ده؟ الا لو كنت مالي ايدك ان مرات اخوك فعلا مش حامل، لا ده انا اطلع واشوه صورة اخويا وصورة مرات اخويا واقول للناس كلها واكد لهم ان هي مش حامل. لا دي حامل في سيليكون، لا ده كذا وكذا وكذا. هتستفاد ايه يا حمدي لما انت عايز تطلع وهدفك ان انت تشوه صورة اخوك وتعمل له كده لستة تلقيحات على الستوري وعلى الريلز بتاعت الانستجرام، وقد ايه هو اخوك انسان مخادع كذاب منافق، كل الصفات السيئة دي حابب ان انت توريها لنا وتوضحها لنا ان اخوك فيه كل العبر دي. هتستفاد ايه لما تطلع وتقول لنا ان الأوضة أوضة ديكور موجودة في بيتهم في الإمارات، وان اخوك عامل لنا ديكور وبيضحك علينا ان هي مثلا غرفة سونار او الغرفة اللي هيعملوا فيها فلوج الولادة او ايا كان انت قلت ايه؟ هتستفاد ايه لما تجيب واحد مثلا او ستوري على الانستجرام تعمل له مخالفة مرور، وعلشان يطلع من الكذبة اللي هو فيها يدخل في كذبة اكبر ويروح يشوف واحدة في المستشفى ويقول ان هو كان متجوزها وبتخلف حالا؟ بتلقح على اخوك في كل ده ليه؟ هتستفاد ايه وعايز توصل لايه؟ وغيره 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 من الاستوريهات والتلقيحات اللي احنا شفناها، وتقول لاخوك كل ده مدة فلوج انت بتعمله. ده انا الفلوج الولادة بتاعت وفاء ما خدتش مني حاجة، اما انت معاك والدتك بتساعدك ومعاك ومعاك ومعاك. ايه يا محمد كل ده؟ ما تطلع لنا الفلوج ده، انا عملته لوحدي، انت مش قادر تعمله لوحدك؟ ليه بتعمل كل ده مع اخوك؟ ليه عملت في نسايب اخوك الوضع المهين السيء اللي احنا شفناه كلنا؟ تقول على حماه، على حما محمد اجرب وعواطلي ودي عيلة فيها كذا وكذا وكذا وهم عارفين نفسهم من غير ما اتكلم واقول ايه المهزلة دي؟ وتطلع تعمل مخالفات في قناة محمد رزق، قنوات ولاد رزق بالشكل المهين ده. هتستفاد ايه؟
تطلع تقلل في مرات اخوك قدام الناس بالشكل اللي احنا شفناه، وتطلع عليه فيديو كان متصور من الكاميرات بتاعتهم في البيت. بتهتك ستر اخوك ليه؟ واخوك الاصغر منك بيعينك ويساعدك ومخبي الفيديو ده لمدة 2 سنين، مش عايز يطلعه، شايله، على الرغم من ان كانت العلاقات كويسة جدا بين محمد وحسن، بس لا، انا شيله واطلع بيه في الوقت المناسب. اطلع بيه على مين؟ على اخويا، وابعته لمين؟ لاخويا اللي في تركيا، عشان يطلع يفضح في مرات اخوه ونشوفها بالوضع ده. البيوت كلها مشاكل، والبيوت كلها مشاكل بين الزوج والزوجة، بس تطلع تهتك ستر اخوك وتبينه لنا قدام الناس كلها، وكلنا نشوف آلاء وهي بتتضرب بالوضع المهين ده. اما ابوها يشوف كده يعمل ايه؟ لما امها تشوف الوضع ده، اخواتها، الناس كلها، انت عايز تدمر نفسيتها وتخليها في الحضيض ليه؟ انت عايز تطلع على اخوك ومرات اخوك بالشكل ده ليه؟ وبتسعى ان انت تطلع فيهم كل العيوب. كل ده عشان المادة؟ كل ده عشان المادة الزايلة؟ كل ده عشان الفلوس؟ ما انت ما شاء الله ربنا كرمك. الرزق مش بإيدك، الرزق ده بتاع ربنا. ده لو كان في إيدك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان أخوك خلاص بقى عبارة عن لقمة في إيدك انت بتلعب بيها وبتشكلها زي ما انت عايز، حتة عجينة في إيدك بتتشكل زي ما انت عايز. الحمد لله ان الرزق مش في إيدك. ووفاء، ايه موقفك يا وفاء في كل اللي حصل ده كله؟ ليه ما طلعتش وقلتي ايه اللي انت بتعمله ده غلط؟ ليه اعين جوزي على الغلط زي ما هو عن اخوه على الغلط ومشاه في طريق الغلط؟ واعمل ترند، اعمل ترند وفبرك واعمل للناس وهات مشاهدات. من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، لا محالة. حفرت حفرة لأخوك ان قناته تقع، ان الناس تشوفه في أسوأ حالاته، ان الناس تشوفه ان هو انسان مش كويس بالمرة. بس ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الآية اتقلبت عليك. لو بصيت لمشاهداتك ولو بصيت للاشتراكات اللي عندك هتلاقيها بدأت تقع، فتقلب الآية على اخوك اكتر، عايز الناس تجرح فيه اكتر وتهينه اكتر، وتقول للناس لو كلام اخويا صح انا هحذف قناتي المليونية. مين اللي يحذف قناته المليونية؟ مين بعد التعب والشقة وسهر الليالي على القناة بتاعته وعلى قنواته يحذف؟ حتى لو يحذف فيديو واحد عفوا، بلاش تقول كلام تتحاسب عليه بعد كده، لان انت عمرك ما هتنفذ حتى لو الكلام ده صحيح. فانت متأكد ان مرات اخوك مش حامل؟ يشاء ربنا ويخليها ان هي حامل ويضع الجنين في بطنها. بس في النهاية انا والناس كلها والمتابعين وقنوات النقد وغير قنوات النقد كلنا طلعنا واحترمنا محمد في اللي هو عمله. الاعتراف بالحق فضيلة، واحنا قبل كده قلنا يا محمد اطلع اعترف بنفسك قبل ما حد يعترف عليك. وانا بحيي محمد على ذكائه وانه اعترف بغلطه، لان حتما ولا بد كان يعمل اللي هو عمله ده. كده هيزيد في نظر الناس، لان الفترة اللي جابها محمد مش قليلة، وقعد يقول فيها فلوج ومش فلوج، وادعوا لمراتي، ومش موضح، وكل ده بينيم اخوه، كل ده بينيم حمدي. لكن في نهاية الامر الحق بيبان، حتى لو كان طويل، حتى لو كان طريق الغلط كان طويل، الحق ليه نهاية، والحق طريقه حتى لو طال هيجي. اخوك عايش، اخوك عايز يعيش. عفوا يا جماعة، الموضوع يعني مزعل الناس كلها ومزعلني في اللي بيحصل بين الاخوات، فحتى الكلام طالع مني فيه لخبطة. لكن بجد اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا وما يرضيش اي حد.
ما توصلش اخوك للحالة النفسية السيئة اللي هو وصل لها. اخوك عايز يعيش جنب الحيط، اخوك مبسوط وفرحان باهله باسرته الصغيرة اللي هو عايش معاها. ارجوك ما تدمرش نفسية اخوك ولا مرات اخوك، سيبهم في حالهم، خليك في حالك وفي طريقك وهم في حالهم وطريقهم. ده ابسط حاجة محمد عايزها. لما الانسان توصل بيه نرجسيته العالية انه يدمر في اخوه، يبقى كده على الدنيا السلام. فربنا يهدي الحال ويصلح الاحوال. ولقطة حلوة منك قوي يا محمد ان انت تبعت تجيب ابو الاء والدها ووالدتها وتعتذر ليهم قدام الناس كلها. دي كبيرة، دي كبيرة وبنشكرك عليها، وانت انسان محترم. وربنا يبارك لك في الاء، ويبارك لك يا رب العالمين في ولادك، ويجعلهم ذرية طيبة صالحة، ويهدي الحال بين الاخوات.